قبل ما نبدأ الفيديو ده يا صديقي، ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امين. وكالعادة يا صديقي مش محتاج أقول لك إنك لو ما صليتش أي فرض من فروض ربنا النهاردة فقوم صلي دلوقتي حالا قبل ما تتفرج على الفيديو ده، لأن الصلاة أهم مني ومن الفيديو ومن أي حاجة في الدنيا. فيلمنا النهاردة بيحكي عن أحداث في الحرب العالمية التانية مع مجموعة جنود كده دخلوا القصر يريحوا أو يحتموا فيه شوية، ولكنهم ما يعرفوش إن هم راحوا للموت برجليهم. ده اللي هنشوفه في الفيلم النهارده، وصدقني النهايه مش هتتوقعها تماما. وحاجه اخيره يا صديقي قبل ما نخش بقى في احداث الفيلم، ومعلش طولت عليك حبتين، بس احنا السنه دي كان هدفنا ان احنا نوصل 250 الف مشترك، وللاسف لسه الهدف ما اتحققش، وكلها كام يوم والسنه تخلص، وكل سنه وانتم طيبين، ولكن ناقص 8000 مشترك بس على ال 250. فلو انت مش مشترك اعمل اشتراك لان ده هيساعد جدا، ولو انت مشترك فاعمل لايك واعمل كومنت على الفيديو ده عشان ده برضو بيساعد جدا. شاي جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهارده يا صديقي في فرنسا أثناء الحرب العالمية التانية، أو بالتحديد سنة 1944. شوف بقى حاليا 5 جنود أمريكان نايمين على الأرض، وبيكون في واحد من الجنود دول اسمه كريس. بيصحى بقى كريس من نومه على صوت حد حواليه، وبيترعب لما بيشوف قدامه شخص مجهول واقف بين الأشجار وبيولع سيجارة. فبيحاول كريس إن هو يسحب مسدسه عشان يقتل الشخص ده، بس الشخص ده بيرمي السيجارة ناحية كريس، وبعدها بيطلع مسدسه وبيصوب عليه. فبيخاف كريس وبيسأله وهو مرعوب كده: أنت مين وعاوز مني إيه؟ ولكن الشخص ده ما بيردش عليه. وفجأة بيصحى كريس من نومه وبيتضح يا صديقي إن كل ده كان حلم أو كابوس. وتاني يوم كريس وزمايله بيصحوا من النوم بقى وبيتحركوا في طريقهم للمكان اللي هيعسكروا فيه، بس هم ماشيين بيسمع كريس صوت عربية جاية ناحيتهم، فبياخدوا كلهم وضع الهجوم وبيستنوا لحد لما العربية توصل عندهم. ساعتها كريس بيطلب من زميله بواتشي إن هو يحط لغم في الطريق اللي هتمشي فيه العربية، لغم أو فخ يعني عشان اللي مش فاهم يعني إيه لغم. المهم بعد شوية بتظهر العربية قدامهم على الطريق، وأول لما بتدوس على اللغم ده أو الفخ بتنفجر. يروحوا بقى كلهم على العربية وبيكتشفوا إن الجنود الألمان اللي فيها ماتوا كلهم، فبيفتشوهم وبياخدوا كل اللي في جيوبهم. وبيكون في جندي كده اسمه تابرت بيلاحظ إن في جندي ألماني مركب أسنان ذهب، فبيخلع من بقه كل أسنان الذهب دي وبياخدها معاه. بعدها بقى بيكملوا في طريقهم، ولكنهم بيسمعوا صوت حركة قدامهم، فبيقفوا كلهم وبياخدوا وضع الاستعداد، بس بيلاقوا قدامهم مجموعة من اللاجئين. وبيتعاطف بقى تابرت معاهم وبيقرب من واحدة منهم بيكون معاها ابنها، فبيروح لها وبيقلع البلطو اللي هو لابسه وبيحطه على جسمها، وبعدها بيديها الأسنان الذهب عشان تبيعهم وتستفيد بفلوسهم. وبالليل بقى بيوصل الجنود للمدينة اللي بتكون اتدمرت من القصف الألماني، وفي تاني يوم بيوصلوا عند القصر اللي هم هيتمركزوا فيه. وبنعرف هنا إن القصر ده سيطرت عليه قوات الحلفاء بعد ما طردوا القوات الألمانية منه. وكل فترة كده بتوصل مجموعة من الجنود عشان يقعدوا في القصر ده، وبيقابلوا بقى جوه القصر قائد الجنود اللي بيسلمهم القصر وبياخد رجالته عشان يمشوا بسرعة. وبيستغرب كريس إن القائد عايز يمشي من القصر بالسرعة دي، خصوصا يعني وإن القصر يعتبر مكان كويس جدا لأي جندي وسط الحرب دي، لأنه مكان فيه أكل شرب حمام مطبخ عيشة آخر روقان. فبيرد عليه قائد الجنود وبيقول له إن هم عايزين ينزلوا أجازة ويشوفوا أهاليهم. بعد ما الجنود بيمشوا كريس وزمايله بيكتشفوا إن في جندي نسي شنطته. بعدها كل واحد منهم بيتمشى جوه القصر، وبينزل تابرت للبدروم وبيلاقي صورة العيلة اللي كانت عايشة في القصر ده. فجأة بيسمع صوت خبط وراه، فبيلف عشان يشوف مصدر الصوت ده، ولكنه مش بيلاقي حاجة. أما كريس فبيدخل أوضة المكتب وبيستغرب لما بيشوف قدامه آثار حرق على السجادة، وبعدها على طول بيسمع أصوات غريبة فبيتحرك ناحيتها، ولكن الأصوات دي بتختفي فجأة. في نفس الوقت ده بوتشي بيحاول إن هو يولع سيجارة، ولكن في كل مرة بيولع فيها الكبريت بينطفي مع إن مفيش هوا شديد يعني في المكان اللي هو فيه. فجأة بقى بيسمع بوتشي الصوت بيجي من وراه، فبيمشي ناحية الصوت ده لحد لما بيوصل عند باب الغرفة وبيحاول إن هو يفتح الباب ده، ولكن الباب بيكون مقفول بالمفتاح. وقتها الصوت بيختفي وبيمشي بوتشي من المكان، واثناء ما هو بيمشي مش بياخد باله ان الباب اتفتح لوحده. بعدها بقى بيتجمعوا كلهم عند المدفأة ومحدش فيهم بيحكي عن اللي حصل معاه. فجأة بيسمعوا اصوات غريبة في القصر كله، فبيقسموا نفسهم وبيمشوا جوه القصر عشان يعرفوا مصدر الصوت ده ايه. وبيكون كريس مع زميله كيرك وبيمشوا في اتجاه الصوت لحد لما بيوصلوا عند باب غرفة بيكون الصوت ده جاي من وراه، فبيستعدوا بقى عشان يفتحوا الباب، ولكنهم بيتفاجئوا ان الباب بيتفتح لوحده. فبيدخلوا الغرفة دي وبيلاقوا فيها ستاير لونها اسود، ولما بيفتحوا الستاير بيشوفوا حد واقف ورا ستارة الشباك، بس لما الهواء بيحرك الستارة الشخص ده بيختفي. بعدها بيشوفوا على الأرض آثار خربشة ضوافر. فجأة بيسمعوا صوت عالي وراهم،
فبيجروا بسرعة ناحية الصوت ده، ولكنهم بيلاقوا زميلهم يوجين بيعمل شاي. ده بقى بيرجعوا يقعدوا مع بعض تاني، وبرضه ما حدش فيهم بيحكي أي حاجة عن اللي بتحصل. وبيلاحظوا بقى إن يوجين ماسك كتاب في إيده، فبيقول لهم إن هو لقى الكتاب ده في البدروم، وبيعرفهم إنه كتاب بتاع جندي ألماني من اللي كانوا محتلين القصر. وبيقول إن الكتاب ده بيحكي عن العذاب اللي شافته العيلة صاحبة القصر على إيد الجنود الألمان. فجأة بيسمعوا صوت خبط متقطع كده، وبيفهم يوجين إن الصوت ده عبارة عن رسالة بشفرة موريس. الشفرة دي يا صديقي كان بيستخدمها الجيوش زمان للتواصل مع بعضهم. وبيقدر بقى يوجين إن هو يفك شفرة الرسالة دي، بس بيتصدم هو وزمايله إن الرسالة من شخص بيقول إن هو ما عندوش رجلين. بعدها كل واحد منهم بيروح ينام، بس يوجين بينزل البدروم عشان يقرا شوية في الكتاب اللي معاه. وقتها بيشوف صورة العيلة اللي كانت عايشة في القصر، ولكن الشمعة بتنطفي فجأة وبيولعها يوجين بالولاعة. ولكنه بيتفاجأ بعدها إنه الأشخاص اللي في الصورة اختفوا. في الوقت ده تابرت بيراقب المكان اللي بره القصر من الشباك، وبيتصدم لما بيشوف التمثال اللي قدامه بيختفي وبيظهر مكانه شخص، وبيختفي الشخص ده فجأة. بعدها بيترعب تابرت لما بيظهر له شبح طفل، فبينزل الحديقة وبيروح عند التمثال، ولكنه مش بيلاقي أي حاجة غريبة. تاني يوم كريس وكيرك ويوجين بيقعدوا سوا في البلكونة كالعادة، محدش فيهم يعني بيحكي أي حاجة من اللي هو شافها، وده لأنه كلهم بيكونوا فاكرين إن دي تهيؤات بتحصل لهم. وبيفضلوا بقى يتكلموا عن الجنود الألمان. أول لما بتيجي سيرة الألمان بيدخل عليهم تابرت وبيقول لهم إنه رصد على جهاز اللاسلكي إشارة بتقول إن الجنود الألمان جايين ناحية القصر. وبيقترح تابرت على كريس إن هم يخرجوا من القصر ويستخبوا في الغابة ويقتلوهم، لكن كريس بيرفض وبيقول إن هم مش هيمشوا من القصر، مع إن تابرت ما بيكونش مقتنع بكلامه ولكنه بيسكت. وبيطلب بقى من يوجين إن هو يطلع معاه للغرفة اللي فوق عشان يراقبوا المكان سوا ويكونوا مستعدين لما الجنود الألمان يوصلوا. فبيوافق يوجين وبيطلع معاه وبيشيلوا السجادة اللي على الأرض عشان يجهزوا المكان، بس بيتصدموا لما بيلاقوا رسمة غريبة على الأرض. وساعتها يوجين بيقول لتابرت إن دي رسمة بتستخدم في السحر الأسود، وبيخمن إن الجنود الألمان استخدموا السحر الأسود في تعذيب أصحاب القصر قبل ما يموتوهم. بعدها يوجين وتابرت بيزقوا الدولاب علشان يحركوه من مكانه، وأول لما الدولاب بيدخل جوه الرسمة بتتقفل الضرفة على إيد يوجين وبتكسر له صوابعه، فبيصرخ بصوت عالي من شدة الألم وبيتخانق مع تابلت لأنه بيكون فاكر إنه هو اللي قفل الضرف على إيده. بعدها بيشغل جهاز اللاسلكي وبيحاول يتواصل مع القيادة، لكنهم بيسمعوا من اللاسلكي صوت بيقول لهم إن هم جايين عشان يخلصوا عليهم. هنا كريس بيقول ليوجين وتابلت إن القصر ده مسكون، وبيحكي لهم على كل الحاجات الغريبة اللي حصلت معاه. ساعتها يوجين وتابلت بيأكدوا على كلامهم هم كمان، وبيقولوا إن هم كمان حصلت معاهم حاجات غريبة عجيبة جدا ومرعبة في القصر ده، بس هم كانوا فاكرين إنها هلاوس بتحصل لهم، عشان كده ما حدش كان بيتكلم. وبيقرروا بقى كلهم ان هم يسيبوا القصر ده ويمشوا في اسرع وقت، ولكن فجاه بيسمعوا صوت خبط متقطع برضه كده، بيظهر انها رساله تانية بشفره موريس. فبيحاول يجين ان هو يفك شفره الرساله ويفهم معناها ايه، لكنه بيترعب لما بيلاقي قوه مجهوله بتسيطر على ايده وبتجبره ان هو يكتب جمله معينه. الجمله دي بتكون تحذير ليهم ان هم لو مشوا من القصر هيموتوا كلهم. ساعتها كريس ويوجين وكيرك بيكونوا مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه. وبالليل بقى بيوصل الجنود الالمان للقصر، وبيكون تابلت واقف بالقناصه في الشباك وبيدي زمايله اشاره ان الجنود الالمان وصلوا، وبيكون زمايله مستخبين ورا صناديق وبيستعدوا للمعركه. ولما الجنود الالمان بيحاولوا يفتحوا باب القصر بيكتشفوا ان الباب مقفول بالمفتاح، فبيبصوا من الازاز ولما ما بيلاقوش حد جوه القصر بيقرروا ان هم يمشوا. لكن الاشباح اللي في القصر بتعمل صوت عالي جدا جوه القصر. اول لما الجنود الالمان بيسمعوا الصوت ده بيهجموا على القصر وبيفتح تابلت عليهم النار وبيوقع منهم اكتر من واحد. لكن واحد من الجنود الالمان بيرمي قنبله جوه القصر، فبيرمي بوتشي نفسه على القنبله عشان تنفجر فيه وينقذ زمايله من الموت. بعدها كريس بيشتبك مع الجنود الالمان في تبادل لاطلاق النار لحد لما ذاكرته بتخلص، فبيقع على الارض وبيمثل ان هو ميت. اول لما الجندي الالماني بيقرب منه بيطعنه بالسكينه في رقبته وبيخلص عليه. وعلى الناحيه الثانيه بتشوف كيرك وهو مستخبي ورا باب الحمام وبيخرج عشان يضرب الضابط الالماني بالنار، ولكنه بيتفاجئ ان الاشباح بتسيطر على الضابط الالماني وبتغرقه جوه البانيو لحد لما بيموت. بنروح بقى ليوجين اللي بيكون مستخبي ورا المكتب وبيكون واقف على الناحيه الثانيه الضابط الماني، وبيتحرك يوجين عشان يضرب الضابط بالنار، ولكنه بيترعب لما بيظهر له شبح واحده ست مكان الضابط. وقتها الشبح ده بيولع في الضابط وبيموته. وبعد لحظات الاشباح بتخلص على كل الجنود والضباط الالمان بالكامل. وبعد كده يوجين بيشرح لزمايله ان الاشباح بتنتقم من الجنود الالمان، وده لانهم قتلوهم بنفس الطريقه اللي الجنود الالمان موتوا بيها كل واحد فيهم. يعني هو قصده ان الاشباح دي اتقتلت عن طريق الجنود الالمان بالطريقه اللي هم لسه قاتلين بيها الجنود الالمان دول. حد فاهم حاجه؟ المهم يعني ان هو بيعرفهم ان كل الكلام ده مكتوب في الكتاب اللي معاه، فهموا منه يعني. بعد ما يوجين بيخلص كلامه بيروح يطمن على بوتشي واللي بيكون لسه عايش ولكن
الذراع مفقود ووشه اتشوه. وعلى الناحية التانية كريس بيدخل الحمام، فجأة بيلاقي المية اللي في البانيو بتتحرك وبيظهر من وراه الشبح وبيسحبه هو البانيو وبيحاول يغرقه. فبيقاوم كريس بكل قوته وبيشوف قدامه الجنود مقنعين وبيقربوا منه وبيكونوا عاوزين يخلصوا عليه. فجأة بيصحى كريس من النوم وهو مفزوع وبيلاقي يوجين قدامه وبيعرفه ان هو كان بيحلم وبيهديه. بعدها بيروحوا عند بوتشي اللي بتجيله حالة صدمة، بيفضل يصرخ بصوت عالي وبيقولوا ان هم السبب، وبيمسك كريس وبيطلب منه ان هو يفتكر اللي هم عملوه. وبعدها بوتشي بيموت. وبعد شوية وقت كده كريس وزمايله بيدفنوا بوتشي وبيخرجوا كلهم من القصر وبيتحركوا في طريقهم للمعسكر، وبيعدوا بقى من جنب عربية إسعاف محروقة. وبعدها بيشوفوا قدامهم اللاجئين اللي هم شافوهم قبل كده، فبيكملوا مشي ومش بيحطوا في دماغهم، بس بيلاقوا نفسهم رجعوا عند العربية المحروقة مرة تانية. وهنا بيحسوا إن في حاجة غلط بتحصل، فبيقرروا إن هم يغيروا يعني طريقهم ويروحوا للمدينة. وبعدها بيوصلوا الغابة وبيباتوا فيها لحد تاني يوم، وأول لما بيصحوا بيكملوا في طريقهم، ولكنهم بيوصلوا لنفس العربية اللي بيشوفوها كل مرة. فبيفهموا إن الأشباح حبستهم جوه المكان ده. فجأة بتظهر قدامهم عربية الألمان اللي هم فجروها قبل كده، وبيكون جثث الضابط والجنود حوالين العربية على الأرض بس من غير هدوء. هنا بيقرر كريس وزمايله إن هم يرجعوا للقصر ويدوروا على جثث العيلة اللي كانت ساكنة في القصر ويدفنوهم، على أمل يعني إن ده ممكن يخليهم يخرجوا من المكان ده. وأول لما بيوصلوا للقصر بيغطي كريس الأرض بالدقيق عشان لما الأشباح تظهر تدوس على الدقيق، وبكده يقدروا يحددوا المكان اللي هم بيستخبوا فيه، وبالتالي هيوصلوا لمكان جثثهم. فعلا بتظهر آثار رجلين شبح على الدقيق، وبيظهر الشبح ده قدام كريس وبيسحبه بقوة لبره القصر، فبيجي زمايله وراه عشان ينقذوه. ساعتها الشبح بياخد كريس وبيدخل بيه جوه مبنى كده بيكون جنب القصر، وبيدخل زمايل كريس المبنى ده ولكن بتحصل لهم حالة تشويش. وبعدها بيلاقوا كريس قاعد على الأرض وبيكون قدامه جثث العيلة صاحبة القصر، فبياخدوا الجثث دي عشان يدفنوها. وقتها يوجين بيلاقي على واحدة من الجثث آخر صفحة من الكتاب اللي معاه، وبعد ما بيفنوا الجثث بيقرا يوجين صفحة الكتاب وبيعرف إن العيلة دي أصلا من أفغانستان مش من فرنسا زي ما هم كانوا فاكرين يعني. بعدها بيدخلوا كلهم بقى جوه القصر وبيفتحوا صندوق قديم يخص العيلة صاحبة القصر. وقتها يوجين بيفتكر جملة هو قراها في الكتاب. الجملة دي بتقول يا صديقي إن الصندوق ده لما بيتفتح بيدي الأشباح قوة رهيبة. وعلى الناحية التانية بنلاقي الأشباح سيطرت على تابلت وبيجبروه إن هو يقعد وسط دايرة رموز السحر الأسود. تظهر جوه الدايرة دي تعويذة معينة. بعدها بتظهر أشباح العيلة قدام كريس واللي معاه وبيهجموا عليهم عشان يقتلوهم، وبيحاول كريس وزمايله إن هم يدافعوا عن نفسهم، لكن مفيش حاجة بتأثر في الأشباح دي نهائيا. بس بيلاحظوا إن صورتهم بيحصل فيها تشويش، وبيظهر بوتشي قدام كريس وبيقولوا إن كل ده مش حقيقي. في نفس الوقت ده واحدة من الأشباح بتمسك كريس وبتوقفه قدام المراية وبتفضل بقى تطلب منه إن هو يفتكر اللي حصل. فجأة بيفوق كريس وبيلاقي نفسه جوه مختبر طبي. وركز هنا معايا يا صديقي عشان تفهم إيه اللي حصل بالظبط. وقتها كريس بيشوف قدامه دكتور والممرضة بتاعته، وبيشوف كمان كل زمايله على سراير جنب منه، وبيكون محطوط على راس كل واحد منهم أجهزة غريبة. فبيسأل كريس الدكتور عن اللي هم بيعملوه فيهم، فبيقولوا إن هم كانوا جوه برنامج بيعمل محاكاة للواقع، وبيعرفوا ان هم بيستخدموا الجهاز ده على الجنود اللي بيتعرضوا لحوادث اثناء القتل، وده عشان يعني يخففوا عليهم اضطراب ما بعد الحادثه. وده بقى يا صديقي مرض بيسيب الجنود بعد ما بيتعرضوا لخطر كبير او بيتصابوا اثناء القتال. وساعتها بيكتشف كريس ان رجله مقطوعه، ولما بيركز بيلاقي ان كل زمايله عندهم اصابات خطيره جدا جدا. في اللحظه دي بيفتكر كريس كل اللي حصل، وبنرجع للماضي وبيظهر ان كريس وزمايله كانوا في مهمه في افغانستان. وقتها كانت مهمتهم هي نقل الدكتور واسرته لامريكا باي شكل كان، وده لان الدكتور ده بيتعامل مع الجيش الامريكي، بس قوات المتمردين كشفوه وهيقبضوا عليه. اول لما بيوصلوا عند بيت الدكتور بتيجي رساله للقائد بتاعهم وبيلغي العمليه فورا لان قوات المتمردين داخلين عليهم، وبيطلب القائد من الدكتور ان هو يخبيهم بسرعه قبل ما المتمردين يوصلوا. فبيوافق الدكتور وبيخبيهم جوه مكان سري. بعد لحظات بيجي زعيم المتمردين وبيسال الدكتور عن الجنود الامريكان، ولكن الدكتور بينكر ان هو يعرف مكانهم. فبيؤمر قائد المتمردين رجالته ان هم يقتلوا ابن الدكتور وبنته. لما كريس وزمايله بيشوفوا اللي بيحصل بيقرروا ان هم يتدخلوا ويخلصوا على كل المتمردين اللي في البيت. بس واحد منهم بيشوف من الشباك عربيتين تبع المتمردين عليهم مدافع قويه، وساعتها بيلغوا العمليه لانهم مش هيقدروا يواجهوا القوات دي كلها، وبيفضلوا واقفين ساكتين وبيشوفوا المتمردين وهم بيخلصوا على بنت الدكتور، وكمان بيرموا ابنه في الميه وبيخلصوا عليه. اما الدكتور فبيكبوا عليه بنزين وهو كمان بيولعوا فيه. تفضل بقى مرات الدكتور تصرخ بسبب اللي حصل لعيلتها، وبعدها المتمردين بيسيبوا
البيت وبيمشوا. بيخرج بقى كريس وزمايله من البيت وهم في قمه الحزن، بس مرات الدكتور بتخرج وراهم وبتكون ماسكه في ايديها قنبله وبتهجم عليهم، مع ان بوتشي بيرمي نفسه على مرات الدكتور عشان يحمي زمايله، ولكن القنبله بتكون شديده الانفجار وبتصيبهم كلهم باصابات خطيره جدا. نرجع بقى للحاضر وبيبدا كريس يربط الامور كلها ببعضها، وبيعرف ان الاشباح اللي ظهرت لهم كانت اشباح عائله الدكتور اللي ماتت في افغانستان بسببهم. وبيقول كريس للدكتور ان برنامج المحاكاه بتاعهم مخترق، وبيعرفوا ان بوتشي حذره جوه البرنامج وقال له ان كل ده مش حقيقي، وان واحده من الاشباح مسكته وطلبت منه يفتكر اللي حصل. ده غير ان لما هم فتحوا الصندوق منحوا الاشباح قوه كبيره سيطروا بيها على برنامج المحاكاه بتاعهم. طبعا الدكتور ما بيصدقش كلامه، ولكنه بيتصدم لما بيشوف عيله الدكتور بتظهر قدامه على شاشه البرنامج. في اللحظه دي بيطلب كريس من الممرضه ان هي ترجعه هو وزمايله جوه برنامج المحاكاه من تاني، وده عشان يعرفوا يسيطروا على الاشباح ويتخلصوا منها. فبتقتنع الممرضه بكلامه وبترجعهم جوه برنامج المحاكاه. وقتها بتتعاد القصه من تاني، وبيصحى كريس من النوم وبيشوف قدامه الشخص اللي بيولع سيجاره. لحد هنا بيخلص الفيلم على كده. طبعا يا صديقي فيلم جوستس اوف وير عجبني جدا جدا جدا، فكره مختلفه مش شفتهاش قبل كده في اي افلام تانية. انا بحب النوعيه دي من الافلام اللي هي فيها حرب عالميه، والحاجات دي اللي فيها بيبقى جنود وبيخلطوها بالرعب، سواء الزومبي زي فيلم فالي اوف ذا ديد اللي خصناه على القناه، هسيب لك برضو الرابط بتاعه تحت في الوصف. فيلم زومبي كان عاجبني جدا. الافلام اللي بتقابل النوعيه دي بيدمجوا فيها الحرب بالرعب، بتعجبني جدا 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 الصراحه. فالفيلم كان موفق جدا، وكان يعني غير متوقع، يعني النهايه ما كانتش متوقعه تماما. يعني ما تخيلتش خالص ان هم ممكن يكونوا في برنامج محاكاه، وان هم اصلا عندهم اصابات خطيره وبيحطوهم في البرنامج ده عشان الاضطرابات النفسيه اللي بتيجي بعد الاصابات او الحرب. عجبني جدا الفيلم، فتقييم الفيلم ده هو 7/10، وان شاء الله الافلام الجايه تبقى اقوى من الفيلم ده. فما تنساش يا صديقي انك تقول الراي بتاعك في التعليقات، وما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان ده بيساعد جدا. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.